ممكن تغلط غلط كبير وتجيلك الفرصة انك تصلح الغلط ده، ومع ذلك بتكمل زي ما انت في الغلط، علشان كده بتتكشف في نهاية الامر. ده بالظبط اللي حصل مع مجموعة اصدقاء كانوا في رحلة صيفية، هما جولي وهيلين وراي وباري، وكان في مسابقة لملكة جمال شاطئ كروكر بتتنظم في الوقت ده، واللي فازت بيها هيلين. وبعد شوية راي صديقهم بيبلغهم بخبر هروب قاتل من مستشفى المجانين، والشهير بالقاتل صاحب الخطاف او الصياد، لكنهم بيبدأوا يتريقوا عليه، وبتقوله جولي ان دي قصة خرافية وملهاش اي وجود، لكن بيرد عليها راي وبيقول لها ان فكرة القصص اللي بنسمعها اصلا بتتاخد من الواقع. وبعدها بتحس جولي برعب من كلام راي، لكن راي بيرجع يضحكها علشان يهديها شوية. وفي طريق رجوعهم من الرحلة بيكون باري مزودها شوية حبتين 3 في الشرب، وفجأة بتقع منه ازازة الويسكي على راي علشان راي يركز مع باري وما ياخدش باله من الطريق. وفجأة وهم سايقين بيخبط حد كان بيعدي الطريق، لكنهم كانوا فاكرين ان اللي خبطوه ده حيوان، لكن لما بينزلوا علشان يتأكدوا منه بتلاقي جولي جزمة شخص على الارض وعليها اثار دماء، وبيتأكدوا ان اللي خبطوه مش حيوان. ولما بيدوروا على الشخص نفسه بيلاقوه مرمي على الارض ومفيش اي نبض، وبيقول لهم راي انه للاسف ميت. وبتقرر جولي وهيلين انهم لازم يبلغوا الشرطه، وده بيكون راي راي، لكن باري بيعارضهم بشده وبيكون رايه انهم يحاولوا يمسحوا اثار الدماء ويرموا الجثه في النهر وما يبلغوش الشرطه، ومحدش يعرف اي حاجه عن الحادثه دي، خصوصا يعني انهم طلبه وده ممكن يأذيهم بعد كده. وهم بيتكلموا في الموضوع بيوصل صديق ليهم اسمه ماكس، واللي بيستغرب من تعطلهم على الطريق، فبتبلغوا جولي ان باري بعافية شوية ووقف بس يريح على الطريق. ولما بيوصلوا النهر علشان يتخلصوا من الجثة فجأة بيفوق الشخص ده وبيمسك في هيلين، ومن خوفهم منه بيرموه في النهر، لكن وهو نازل بياخد التاج بتاع هيلين في ايده، فبيضطر باري انه ينزل وراه علشان يجيب التاج بتاع هيلين علشان تبطل عياط. وفجأة الشخص ده بيفتح عينيه علشان باري يترعب ويطلع من النهر بسرعة جدا، وبتكون جولي معترضة على كل اللي بيحصل، وده يخلي باري يخرج عن شعوره، خصوصا لما طلب منهم انهم ينسوا اللي حصل ده ومحدش يفتح الموضوع ده تاني. وبعد مرور سنة على اللي حصل بيوصل لجولي جواب من البريد، ولما بتفتحه بتلاقي شخص مجهول بعت لها رسالة وبيقول لها انا عارف انت عملت ايه الصيف اللي فات. فبتنهار جولي وبتفضل طول الليل تفكر مين اللي ممكن يكون شاف الحادثة وبيهددها، وبتكون في حالة رعب لدرجة ان شوية هوا بيحركوا ستارت الشباك بتاعتها بيخليها تقلق. بتقرر انها مش هتفضل في الرعب ده على طول، وبتقابل هيلين وبتاخدها وبتروح على باري اللي بيشوف الرسالة وبيقول لها مفيش غيره هو ماكس. ولما بيوصلوا لماكس في مكان عمله باري بيفاجئه وبيضربه وبيقول له احنا عارفين انك انت اللي بعت الرسالة. فبيرد ماكس باستغراب انه ما يعرفش باري يقصد ايه بالكلام ده، لكن باري بيهدده بيقول له انه لو كرر ده تاني هيقتله. ولما بيمشي باري وبيقابله راي، وبيكون راي في الوقت ده منفصل عن جولي، وبتكون مقابلته ليها فيها شيء من الحنين الى الماضي. المهم نسيبنا من السهوكه دي ونرجع لماكس اللي بيزور الراجل ابو خطاف علشان يخطف عمره، وبيموت ماكس، وبنروح لباري اللي بيكون في صاله الجيم لوحده، وفجاه بيحس بحركه غريبه، وبعدين بيشوف خيال حد معدي من جنبه، ولما بيروح يشوف مين مش بيلاقي اي حد، وبنشوف عربيه بتطارده بره الجيم وبتخبطه، وبيطلع انه الراجل ابو خطاف، وبيترجى باري انه يسيبه يعيش، وفعلا بيسيبه حي علشان يوصل رساله لباقي اصحابه، وهي ان الراجل ابو خطاف رجع تاني، وده هيخليهم انهم يرجعوا يفكروا ان الشخص ده ممكن يكون صديق لديفيد اللي خبطوه بالعربيه، وقرر انه ينتقم منهم كلهم. فبيقرروا يبحثوا عن اصدقاء او عائله ديفيد علشان يبلغوهم باللي حصل، ان الموضوع كله كان عباره عن حادثه غير مقصوده، وبتكون واحده اسمها ميليسا هي اخت ديفيد، وبدل ما بيبلغوها عن اللي حصل قرروا انهم ياخدوا منها معلومات عن ديفيد واصدقائه، وتحديدا اللي كانوا معاه قبل ما يموت. وبتقول لهم ميليسا ان ديفيد له صديق اسمه بيل، وبنعرف من هيلين ان ديفيد كان خاطب وخطيبته ماتت على نفس الطريق اللي خبطوه فيه بالعربيه السنه اللي فاتت، وممكن يكون ديفيد كان قاصد يقتل نفسه علشان كده رمى نفسه في طريق عربيتهم. وبتصحى هيلين من النوم علشان تلاقي شعرها كله متقصقص ومتقطع جنبها على السرير، وبتتاكد ان الراجل ابو خطاف كان معاها بالليل وهي نايمه، وكمان كان كاتب لها رساله على المرايه كلمه قريبا. وفي نفس الوقت كانت جولي في طريقها للشغل، ولكن حست بحاجه غريبه في شنطه العربيه، وعشان كده نزلت تفتح شنطه العربيه
بتلاقي ماكس زميلهم مقتول ومحطوط في شنطتها، وبيوصل باري وهيلين علشان يفتح شنطة العربية تاني، مش بيلاقوا أي حاجة، وبتستغرب جولي جدا. ولما بيوصل راي، باري بيبدأ يشك فيه إنه هو اللي ورا كل اللي بيحصل ده، وبيبلغوا راي إنه هو كمان جات له رسالة زي جولي، علشان كده حاول يوصل لهم علشان يبلغهم بده. وبيقرروا إنهم يواجهوا الشخص ده ويدوروا هم عليه بدل هو ما بيدور عليهم. ومفيش أحسن من احتفالية المدرسة، خصوصا إن اليوم ده هو نفس اليوم اللي حصلت فيه الحادثة السنة اللي فاتت، وده الوقت اللي بترجع جولي لميليسا تاني علشان تتأكد من اسم صديق ديفيد الحقيقي، لأن الاسم اللي قالت لها عليه قبل كده طلع ملوش أي بيانات. وبنرجع لهيلين وباري اللي بيشوفوا أكتر من شخص لابس نفس لبس الصياد، ولكن هو بيكون مراقبهم وشايفهم. وبتعترف جولي لميليسا بأن ديفيد أخوها ما انتحرش، وإنه فعلا اتقتل في حادثة، وإنهم قتلوه في الحادثة بتاعة العربية. وبتكدبها ميليسا وبتأكد لها إنه انتحر بسبب شعوره بالذنب لما ماتت خطيبته ولوم الناس ليه على ده. وبتوريها رسالة كده زي وصية مكتوب فيها إنه مش ناسي اللي حصل الصيف الماضي، ودي نفس الرسالة اللي وصلت لجولي من الصياد. لكن جولي بتقول لها الرسالة دي رسالة تهديد من القاتل مش وصية ديفيد، وبتديها جولي علامة إنه وشم خطيبة ديفيد كان موجود على إيده. لكن ميليسا بتقول لها إن ديفيد أخوها ما كانش فيه وشم على إيده نهائي. وبنرجع لهيلين اللي بتحضر حفلة تتويج ملكة شاطئ كروكر، وهنا بيظهر الصياد وبيقدر يقتل باري، وبتشوفه هيلين وهو بيقتله وبتحاول تنقذه لكن مش بتقدر. ولما بتوصل الشرطة علشان تتأكد من كلام هيلين، مش بيلاقوا أي آثار لجريمة القتل ومش بيصدقوا هيلين. ولما بيوصل ضابط الشرطة هيلين، بيعترضهم الصياد وبيقتل الضابط، وبيفضل يطارد هيلين اللي بتوصل لصديقتها إليسا علشان تلحقها قبل ما يقتلها. ولكن بيقدر الصياد يدخل البيت ويقتل إليسا ويفضل يطارد هيلين. وقبل ما توصل هيلين للحفلة وزحمة الناس، بيعترض طريقها الصياد وبيقتلها. ده في الوقت اللي بتعرف جولي هوية الصياد علشان تروح تقابل راي، وبتبلغه ان اللي قتلوه فعلا ما كانش ديفيد، وان واحد اسمه ويلس وهو والد خطيبة ديفيد هو اللي قتل ديفيد بعد ما تسبب ديفيد في قتل بنته. وبيقول لها راي ان ويلس ده اكيد ما ماتش واكيد هو اللي بيطاردنا. وبيوصل ويلس ويطارد جولي، وبيوصل راي علشان يضرب ويلس، لكن بيضربه ويلس ويقع في النهر. ولكن بيطلع راي لسه عايش وينقذ جولي قبل ما يقتلها ويلس، وتتعلق ايده في الشبكة ويلف عليها الجنزير وتتقطع ايده. وفي اخر مشهد بنشوف جولي في الحمام وجالها رسالة على الشباك بتقول لها ما زلت اعرف. لو عجبك الفيديو ما تنساش اشتراك في القناة ولايك وشير، ونشوفكم في الحلقة